السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم غادي نشارك معكم الوصفة ديال الحريشات الصغار في المقلة اللي كيجيو لذاذ وهشاش وبمكونات اللي سهلة وبسيطة. ندوز المكونات وطريقة التحضير. غادي نحتاجو 2 كيسان ونص ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه وديال البغرير. غادي نحتاج الملعقه كبيره ديال سكر سنيده، كيس ديال خميره الحلويات، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال خميره العجين، ونص كاس ديال الزيت. وغادي نحتاج الكاس ونص ديال الماء اللي يكون دافي. كنوضع النواشف هي الاولى وكنخلطوا السميد ديالنا حتى كينسجم ليا، ومن بعد غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت. غادي نخلط الزيت حتى كيتلبس ليا سميده بالزيت. من بعد غادي نضيفو كاس ونص ديال الماء اللي يكون دافي، وكنخلطوا الخليط ديالنا فقط برؤوس الاصابع. واخا يبان لكم بلي ان الخليط ديالكم راه خفيف، راه غادي نخليوه يرتاح واحد ربع ساعه، ومن بعد غادي يعقد عندنا الخليط. هنايا من بعد ما خليت الخليط ديالي يرتاح كيكون هذا هو القوام ديالو. غادي نحتاج الكميه ديال السميده اللي غادي نوضعوا فيها الخليط، وغادي نحتاج الاطار الدائري. يعني ممكن تاخذوا اي اطار دائري يعني متوفر عندكم. ممكن انكم الا ما توفرش عندكم هذا الاطار راه ممكن تستعملوا غلاقه ديال شي بواطه. غادي نستمر في الطريقه، يعني كنوضع كميه ديال العجين كنوضعها في هذاك الخليط ديال السميده وكنبدا نشكل فيها في الاطار. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. من بعد ما كملت الكميه ديالي كامله غادي نوضع واحد المقلاة فوق النار وكنخليها حتى كتسخن مزيان. عاد كنبدا نطيب في الحرشات، وبالنسبه للنار تكون متوسطه، يعني كنخليو الحريشات ديالنا يطيبوا مزيان، يعني ياخذوا الوقت ديالهم باش يطيبوا، باش يتحمروا لينا من برا ويطيبوا من الداخل. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، وما تنساوش تدعموني باللايك والتعليقات ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.